بشارة وكيم ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، وشنب وراء طرده من البيت، ومات بسبب تعليقات الجمهور اللي ضحكهم ربع قرن وما قدروش يستحملوه ربع ساعة. وقبل ما نكمل حبايبي شرفني اشتراككم في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونكمل حبايبي. بشارة وكيم فنان قدير، ممثل كوميدي تراجيدي، اتخذ لهجة شامية في التمثيل ميزته عن غيره من الممثلين رغم انه مولود بحي الجمالية بالقاهرة. واشتهر بأدوار الباشا في أفلامه، من أشهر أدواره الباشا في فيلم ليلى بنت الأغنياء، وضحك الملايين لمدة ربع قرن. ورحل في 30 نوفمبر عام 1949. ولد الفنان بشارة وكيم عام 1889 وسط عائلة ثرية ذات جذور لبنانية. درس الفرنسية بمدارس الفرير بالقرنفش، وحصل على شهادة الحقوق الفرنسية، وحفظ خلال دراسته القرآن الكريم. وكانت له مقولة أن من أراد إتقان اللغة العربية عليه حفظ القرآن وتفهم معانيه. وعمل محاميا في المحاكم المختلطة عدة سنوات في بدايته. عشق بشارة وكيم التمثيل، وكان كثير التردد على مسارح عماد الدين، وارتدى المسارح وبدأ التمثيل مع فرقة جورج أبيض اللي نهاه أكتر من مرة عن ترك المحاماة كمهنة كان لها وزن كبير من أجل التمثيل. وأمام إصراره قبله عضو في الفرقة، فقدم معاه أروع المسرحيات الفرنسية. وانتقل بعد كده لفرقة عبد الرحمن رشدي وقدم معاه عدة مسرحيات أشهرها شمشون ودليلة، ومنها لفرقة منيرة المهدية اللي قدم فيها أول رواية كوميدية من تمثيله وهي الغندورة، وقام فيها بدور جحا. ونجحت المسرحية حتى إن عرضها استمر 3 شهور، وكانت بداية النجومية الحقيقية له. وبشارة وكيم ترجم العديد من المسرحيات مع شاعر القطرين خليل مطران لفرقة فاطمة رشدي وعزيز عيد، وأيضا لفرقة رمسيس. ومع فرقة نجيب الريحاني قدم بشارة وكيم أدوار تاجر الصابون في الدنيا على كف عفريت، والشيخ ينسون في الدنيا جرى فيها ايه، وكوهين في حسن ومرقص وكوهين. وفي مسرح رمسيس قام بتمصير المسرحيات العالمية بالتعاون مع شاعر القطرين خليل مطران. وقام بالتمثيل أمام يوسف وهبي بعد أن كان يقوم بترجمة المسرحيات اللي بيقدمها في فرقته. واتجه الفنان بشارة وكيم للسينما، وكانت البداية مع فيلم الباش كاتب عام 1923 إخراج محمد بيومي. وقام بإنتاج أول أفلامه وهو فيلم ابن الشعب عام 1934 مع سراج منير وميمي شكيب. وأصبح قاسم مشترك في أغلب أفلامه في مرحلة العشرينيات حتى الأربعينيات، جمع بين الكوميديا والدراما في أدواره. ومن أشهر أفلام بشارة وكيم في السينما دور السري اللبناني في فيلم لعبة الست مع الريحاني وتحية كاريوكا والقصري وماري منيب. ومن أفلامه أيضا ليلى بنت الأغنياء وليلة الجمعة والعقل في أجازة وعروسة للإيجار ونداء القلب ورصاصة في القلب وسكة السلامة والطريق المستقيم ومجموعة أخرى من الأفلام. وبشارة وكيم فاز بجائزة نظارة المعارف لتفوقه في أدوار الدراما عام 1926.
وعاش أشهر عازب بين أبناء جيله. كانت فلسفته في الحياة إن الزواج سجن ومقبرة، ولذلك امتنع بشارة وكيم عن الزواج حينما رفض والد إحدى قريباته أن يجوزوا بنته لأنه مشخصاتي وليس محاميا. وكانت في الوقت ده مهنة المحاماة مهنة علية القوم. فأضرب نهائيا عن الزواج، وعاش عازبا في شقة في شبرا مع أخته، حيث قام على تربية أبنائها بعد وفاة زوجها حتى رحل عام 1949. وكانت له مقولة شهيرة عن الزواج بيقول فيها: الزواج أكبر مقلب في الحياة، لذلك لن أتزوج حتى لو شنقوني، فالمتزوج مثل المحكوم عليه بالسجن المؤبد مع الشغل. واضطر بشارة وكيم لحلق شنبه حتى يسهل عليه المكياج في المسرح، واعتبر شقيقه الأكبر إن ده بينتقص من رجولته، وخصوصا كمان إنه هيشتغل مشخصاتي، فطرده من البيت وأصبح مقيما في المسرح، وقدم 27 مسرحية مع مختلف الفرق المسرحية. وعلى مسرح أوبرا ظهر بشارة وكيم اللي قوبل بعاصفة من التصفيق، وبدأ التمثيل. فجأة صوته ضعف جدا، لا يكاد يسمعه حد من الجمهور، وفمه اعوج قليلا، فقد كان به آثار الشلل اللي أصيب به. وما هي إلا دقائق على ظهور الفنان الكبير حتى تعالت أصوات الجماهير. الصوت مش سامعين حاجة. ظهر التأثر على بشارة وكيم، وتجمدت الدموع في عينيه وهو يحاول أن يرفع صوته، وقال بعد ذلك: لقد أضحكت الجماهير ربع قرن، ومع ذلك لم تستطع أن تتحملني ربع ساعة في ضعفي. وما لبث بشارة وكيم بعد هذه الواقعة إلا أن مات متأثرا بجرح غائر من تعليقات الجمهور التي أصابته في مقتل. ربنا يرحمه، كان فنان قدير ومتميز وله كاريزما خاصة بيه، ويرحم جميع فناني الزمن الجميل. شكرا حبايبي، حسن المتابعة. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك. ألف شكر حبايبي، مع السلامة.